بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، عباد الله، فإن هذا اليوم يوم الجمعة قد ميزه الله عز وجل وخصه الله عز وجل بسنن وفضائل. فمن فضائل هذا اليوم عباد الله أنه أفضل أيام الأسبوع، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة. فيسن فيه الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فأكثروا علي من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة علي. ومن صلى على النبي صلى الله عليه وسلم صلاة صلى الله عليه بها عشرا، كما قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، قال: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. ومن فضائل هذا اليوم عباد الله أن فيه ساعة لا يوافقها رجل مسلم يصلي يدعو الله عز وجل إلا استجاب الله عز وجل دعاءه، كما جاء ذلك من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في يوم الجمعة لساعة لا يوافقها رجل مسلم يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وهذه الساعة هي ما بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس، كما جاء ذلك أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم وجاء عن بعض السلف أنه قال عندما قيل له أنها ما بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس، قال: هذه صلاة هذا وقت نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيه. فقال له ذلك العالم، قال: أوليس يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا جاء أحدكم إلى المسجد لا يزال في صلاة ما انتظر الصلاة، أي أنه إذا دخل العبد إلى المسجد فجلس ينتظر الصلاة فهو يعتبر في صلاة. فلذلك ينبغي علينا جميعا أن نغتنم هذا الوقت، وخصوصا قبل غروب الشمس بنصف ساعة أو أكثر أو أقل قليلا، فندعو الله عز وجل بخيري الدنيا والآخرة. فقد جاء عن بعض السلف أنه قال: إني أسأل الله عز وجل كل شيء حتى أسأله ملح طعامي، أي الملح للطعام، يدعو الله عز وجل بأن ييسر له ملح الطعام. وفي هذه الجمعة عباد الله نواصل سيرة الخليفة الراشد، نواصل سيرة خير هذه الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ألا وهو أبو بكر الصديق. قد مر معنا في الخطبة المتقدمة الكلام عن بعض سيرته رضي الله عنه وأرضاه، وفي هذه الخطبة نتمم ما تبقى من سيرته رضي الله عنه وأرضاه. سيرته العطرة تقدم معنا عباد الله أنه هو من صحب النبي صلى الله عليه وسلم في الغار، وأنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، وأنه دافع عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم انتهت
ثم انتهى بنا المطاف إلى أن ذكرنا قصة هجرته مع النبي صلى الله عليه وسلم. فقد هاجر أبو بكر مع النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة. وقبل الهجرة عندما جاء النبي صلى الله عليه وسلم يخبره بأن الله عز وجل قد أذن له بالهجرة، فرح أبو بكر فرحا شديدا، فأنفق جميع ماله في سبيل الله لأجل أن يجهز لهذه الرحلة ولهذه الهجرة. وكما قال بعض العلماء: لم يعلم أن أحدا أنفق جميع ماله لأجل الإسلام ولأجل نصرة الإسلام إلا من أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. فأبو بكر أنفق جميع ماله لأجل هذه الرحلة. وسيأتي معنا أيضا من المواقف التي أنفق فيها أبو بكر رضي الله عنه جميع ماله. فلما وصل إلى المدينة مع النبي صلى الله عليه وسلم، فكان هو وعمر ابن الخطاب رضي الله عنه وزير النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أول المسلمين يأتمران بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما أن يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأمر إلا وسابق وزيراه أبو بكر وعمر إلى فعل ذلك الأمر، ولكن السابق الأول كان أبو بكر، كما شهد بذلك عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. كما شهد بذلك عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه قال: ما سابقت أبا بكر في أمر إلا سبقني إليه، ما سابقت أبا بكر بأمر إلا وسبقني إليه. فهذا في غزوة تبوك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يتصدق؟ فقال عمر: اليوم أسبق أبا بكر. فذهب عمر وجاء بنصف ماله، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا أبقيت لأهلك؟ قال: أبقيت لهم النصف الآخر، أبقيت لهم نصف مالي. ثم جاء أبو بكر، فرح عمر أنه سبق أبا بكر ووصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يصل أبو بكر. فجاء أبو بكر ووضع المال عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا أبقيت لأهلك يا أبا بكر؟ قال: أبقيت لهم الله ورسوله. فهنا علم عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه أنه لن يسبق أبا بكر، فقال: لن أسبق أبا بكر إلى خير، فما أن سابقته إلى خير إلا وسبقني إليه. انظروا عباد الله إلى هذا الإنفاق في سبيل الله من أبي بكر رضي الله عنه، إلى عظيم التوكل وإلى عظيم الكرم وإلى عظيم ما كان يتحلى به أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه من الخصال الحميدة والخلال الجميلة. فتصدق بجميع ماله. ماذا أبقيت لهم يا أبا بكر؟ قال: أبقيت لهم الله ورسوله. هذا هو عظيم التوكل. وقد كان أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه تاجرا، فأخذ جميع ما كان يملك في بيته ثم جاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم موقنا بأن الله عز وجل سيخلف له في الرزق، بل ويزيد في رزقه، كما وعد بذلك ربنا سبحانه وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى أن الله عز وجل قال: يا ابن آدم أنفق عليك، يا ابن آدم أنفق عليك. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما نقصت صدقة من مال، أي أن الصدقة لا تنقص المال، بل تزيد في ذلك المال وتجعل فيه البركة. وكذلك من الأمثال التي كان فيها أبو بكر رضي الله عنه سباقا إلى الخير أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ذات يوم صلاة الصبح، ثم خرج إلى أصحابه، أي بعد صلاة الصبح قام وتكلم مع أصحابه
فقال: من أصبح اليوم منكم صائما؟ فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه: إني بت يا رسول الله، إني بت في الليل ولا أحدث نفسي على الصيام، فأصبحت اليوم مفطرا. فقال أبو بكر: يا رسول الله، إني بت أي قبل النوم أحدث نفسي على الصيام، فأصبحت اليوم صائما. قال: من عاد منكم اليوم مريضا؟ قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه: يا رسول الله، ما زلنا معك، أي نحن الآن قضينا الصلاة، فمن منا سيزور مريضا؟ قال أبو بكر: أنا. انظروا عباد الله، قال: لقد علمت، أي أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه يقول: لقد علمت أن أخي عبد الرحمن بن عوف مريض، فجعلته في طريقي، أي في طريقه إلى المسجد، مررت عليه فسألت عن حالك ثم أتيت إلى المسجد. انظروا عباد الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تصدق اليوم منكم على مسكينا؟ قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه: يا رسول الله، ما زلنا معك، فأين نتصدق؟ فقال أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه: أنا يا رسول الله. دخلت إلى المسجد فرأيت مسكينا وسائل يسأل، وكان مع ولد عبد الرحمن بن أبي بكر ابن أبي بكر، عبد الرحمن ابن أبي بكر وله ولد. قال: كانت معه كسرة فأخذتها من يده وتصدقت بها على ذلك المسكين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أبشر بالجنة، أبشر بالجنة، أبشر بالجنة يا أبا بكر، فهو من المبشرين بالجنة، وهو ما زال يمشي على الأرض رضي الله عنه وأرضاه. ومن أمثلة سباقه رضي الله عنه لعمر بن الخطاب رضي الله عنهم جميعا، وأنه سبق عمر، أن عمر ذات مرة رأى عجوزا فذهب ليساعدها، فرأى رجلا قد سبقه إلى مساعدتها، فانتظر في اليوم الثاني لينظر من الذي يأتي لمساعدة تلك العجوز، فإذا هو أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، أبو بكر الصديق. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه هذه المقولة: ما سابقت أبا بكر إلى شيء إلا وسبقني إليه. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد عباد الله، وهذا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه في يوم من الأيام تخاصم هو ورجل من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، وهذا الرجل اسمه ربيعة الأسلمي رضي الله عنه. فقال أبو بكر كلمة، فتكلم أبو بكر بكلمة على ربيعة فكرهها ربيعة، وندم أبو بكر على ما قاله. فقال أبو بكر: ردها علي، أي تكلم بنفس الكلمة علي لكي يقتص منه في الدنيا. فأبى ربيعة، فغضب أبو بكر وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: ردها علي أو لأشتكينك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرفض وأبى ربيعة وقال: لا أردها عليك. فذهب أبو بكر رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليشتكي مما فعله ربيعة الأسلمي رضي الله عنهم جميعا. فجاء قوم ربيعة إلى ربيعة فقالوا: رحم الله أبا بكر، رحم الله أبا بكر، يتكلم عليك ثم يشتكيك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: اصمتوا، أما تعلمون من هو أبو بكر؟ هو ثاني اثنين إذ هما في الغار،
وذو شيبة الإسلام، ومدح وذكر غير ذلك من فضائل أبي بكر: ابتعدوا عني فإن رآكم أبا بكر فغضب علي، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيغضب النبي صلى الله عليه وسلم لغضب أبي بكر، فيغضب الله لغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولغضب أبي بكر، فنهلك جميعا، انصرفوا عني. ثم وصل أبو بكر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بما حصل، فجاء ربيعة رضي الله عنهم أجمعين إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لك يا ربيعة والصديق؟ فقال: يا رسول الله، لقد قال كلمة كرهتها وندم وقال لي ارددها علي، فرفضت أن أردها عليه. قال: نعم، لا تردها عليه، ولكن قل غفر الله لك يا أبا بكر. فهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يميز أبا بكر ويفضل أبا بكر على غيره من الصحابة، ويقول: وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما نفعني مال قط مثل مال أبي بكر، مثل مال أبي بكر. فبكى أبو بكر وقال: يا رسول الله، أنا ومالي ملك لك، أنا ومالي إلا ملك لك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس هناك يد أي قدر علي أفضل من قدر أبي بكر، لقد واساني بنفسه وماله وزوجني ابنته، وهي عائشة رضي الله عنها وأرضاها. زوج أبو بكر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم بابنته عائشة. فهذه بعض فضائل هذا الصديق. وأما بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم فقد اجتمع الصحابة لينصبوا خليفة للمسلمين، فلم يروا أحدا أفضل من أبي بكر رضي الله عنه، فجعلوه خليفة للمسلمين. وقد أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بأن أبا بكر هو أفضل، كما كان يوصي النبي صلى الله عليه وسلم عند مرض موته: مروا أبا بكر فليؤم الناس، مروا أبا بكر فليؤم الناس، أي أنه خليفة النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، فكذلك هو الخليفة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم على المسلمين، فهو أحق بالخلافة، لا كما يقول هؤلاء الرافضة قاتلهم الله أن أبا بكر أخذ الخلافة قهرا وقسرا، وأنه بل ويصل إلى تكفيره، قاتلهم الله أن يؤفكون. أبو بكر خير هذه الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء يسبونه بل ويصل بهم الحال إلى أن يكفروه، قاتلهم الله أن يؤفكون. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته يقول: مروا أبا بكر فليؤم الناس. فتقول عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، إن أبو بكر رجل حزين رقيق، إذا قرأ القرآن بكى ولم يسمع الناس صوته. قال: مروا أبا بكر فليؤم الناس. فذلك كان هذا وصية من النبي صلى الله عليه وسلم لأن يكون خليفته في الصلاة. فكذلك علم الصحابة رضوان الله عليهم أن أبا بكر أحق بالخلافة، فجعلوه خليفة للمسلمين. فعند ذلك قاتل أهل الردة الذين منعوا الزكاة، فقاتلهم حتى أرجعهم وحتى هزمهم وانكسرت شوكتهم، وأرسل الجيوش إلى بلاد الشام بقيادة أبي عبيدة بن الجراح وعمرو بن العاص، وأرسل إلى بلاد فارس أيضا جيشا بقيادة خالد بن الوليد، ففتحوا البلدان والأمصار، فكان يرتفع الأذان في هذه البلاد بعدما كان يسيطر عليها الكفار. وهذا من فضائل أبي بكر رضي الله عنه، فقد انتشر الإسلام في زمن خلافته انتشارا كبيرا، ولم تكن زمن خلافته إلا 2 و6 أشهر أو 4 أشهر.
ثم قضى الله عز وجل بأن يموت أبا بكر في السنة 13 من الهجرة. قالت عائشة رضي الله عنها: لما ثقل أبي، أي جاءه الموت وقرب منه الموت وجاءته سكرات الموت، دخلت عليه فقال: متى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالت: يوم الاثنين. قال: وما هذا اليوم الذي نحن فيه؟ قالت: يوم الاثنين. فقال: إني بما معنى كلامي أرجو الله أن يكون موتي فيما بين الآن إلى الليل. فتوفي أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه في ليلة الثلاثاء، ودفن في تلك الليلة ولم ينتظروا إلى الصباح، فرضي الله عنه وأرضاه. هذه بعض فضائله، وهذا بعض ما يذكر من فضائله رضي الله عنه وارضاه، والا ففضائله كثيره يذكرها اهل السير واهل التاريخ في كتبهم. فعلينا عباد الله ان نقتدي بامثال هؤلاء، امثال ابي بكر وعمر وخالد وعثمان وعلي وغيرهم من الصحابه رضوان الله عليهم وارضاهم، فنجعل قدوتنا هم واسوتنا هم، لا ان نقتدي بالهابطين من الفنانين واللاعبين. ألا وإن الناظر إلى كثير من أحوال شباب المسلمين اليوم يجعلون أسوتهم وقدوتهم إما لاعب نصراني كافر، وإما فنان، وإما غير ذلك، ويتركون الاقتداء بالصحابة رضوان الله عليهم وأرضاهم. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الكفرة والمشركين، أعداءك أعداء الدين. اللهم اجمع كلمة المسلمين على الحق المبين، ووحد صفهم، وألف بين قلوبهم. اللهم اهد ضال المسلمين، اللهم اهد ضال المسلمين. اللهم ردنا إليك ردا جميلا، اللهم ردنا إليك ردا جميلا. اللهم أصلحنا وأصلح ولاة أمورنا، اللهم أصلحنا وأصلح ولاة أمورنا، اللهم أصلحنا وأصلح ولاة أمورنا. اللهم ول علينا خيارنا ولا تول علينا شرارنا. اللهم ارزق ولاة أمورنا البطانة الصالحة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.